السلام عليكم. تم صيانة السيارة شوفر موديل 2018 كروز. هاي السيارة كانت تعاني من مشاكل جير ما ينمر بصورة صحيحة وربطة بالجير، والمشكلة بنفس الوقت عندها سحب ضعيف بالسيارة. صاحب السيارة يقول أنا أكب السكليتر هذه، أكب السكليتر يعني الدواسم هذه البنزين للأخير يعني طلع أكثر شي 3 2.5. طبعا هو هنا مشتغل بجهاز فحص سيارات وعرض على ميكانيكي. بعض الميكانيكيين قال عندك مشكلة بالسنتر بالمحرك، فاتح له محرك مجفت ما اعرف شو مسوي، بس مع الاسف يعني حتى الوايرات مقطعين اللي مال بعد ما شيكناها لقينا الوايرات مالت المحرك مال حساسات المحرك، هي حساس الفانز والركاد وحساس من ضغط البنزين. بعض الحساسات اللي جوا لقيناها مقطعات والفيش مالتها ما مشدودة. طبعا زرعنا الورشة فحصناها بجهاز فحص سيارات، تبين اكو عندها مشاكل بالاير فلو. هذا الاير فلو حاطين اياه، مشاكل بالاير فلو هنا. عندنا هذا حساس ملفوت اكسوت برشات، حساس مال سنسر. عندنا هنا الاير فلو هذا بيه خلل لقيناه، عالجناه الحمد لله. اكو ليك موجود بالسيارة، عالجنا الليك وضبط الليك. واكو عندنا مشكلة جوا، لان احنا هذا الميكانيكي اللي يشتغل ما ضبط الوايرات سوا صحيح، مقطع الوايرات وما شابهين اللي هي منظم ضغط الوقود اللي يسقوها يطاحونها بعض الكهربائيين. حساس الدوانس والركاب كان به خلل. هنا عندنا مشاكل بالجير وكنترول الجير ما مضبط بصورة صحيحة، ضبطناه والحمد لله. عندنا هنا مضخة مال الزيت مال المحرك بها مشكلة وقطوعات بالكهرباء بسبب فاتحين المحرك، وصار قطوعات ربط خطأ وعالجناها بعض الحاجيات موجودة. بنفس الوقت تيربو بخلل، نظام التيربو بمشكلة الحمد لله ضبطناه. كان بليك، عالجت الليك والليك يعني هسه ماكو اي ليك. طبعا طلعنا بالسيارة تراي السيارة ما شاء الله رجعت تمام، وسيارة عال العال وسريعة وماكو بيها اي مشكلة. ما عدا هنا عنده مشكلة بسيطة، هو صاحب السيارة يحبه يقول اريد المراوح يبقى يعني فول، سوي له مراوح فول، لان هسه تشيك هنا يشتغل على مود شغلة المراوح. تفحص جهاز فحص سيارات، جهاز فحص سيارات يكتب لنا اكو مشكلة بالمروحة فمشغلنا تشيك. اما حاليا السيارة ما بيها اي عطل وتمام والجير شغال. راح اوريكم الجير، شوفوا سابقا كان اكو بيه ربطة، هسه راح نحول هاي على الباك عدي، ماكو اي ربطة ولا طبيعيا ماكو اي مشكلة بالجير الحمد لله. وهنا فحصنا هالسيارة وبرمجناها بجهاز فحص السيارات، سوينا على برمجة التويتر بعد ما كملنا الإدامة مالتها. الحمد لله السيارة شغالة وجاهزة للعمل. العطلات اللي إن شاء الله راح أذكرهن، العطلات بالنشر الفيديو راح أنزلهن أسماء العطلات اللي ظهرن على مود يكون الموضوع واضح. تحياتي لكم. ورشة مهدي ناصرية حي الشهداء، مجاور جامع المحسن، لفحص وبرمجة وصيانة كافة أنواع السيارات الحديثة.